متابعينا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقاتنا على قناتنا وقناتكم قناة حواديت. قبل أي حاجة ياريت تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. لو عجبك الفيديو دوس لايك، الشير والكومنت هو أكبر دعم ممكن تقدمهولي. حدوتتنا النهاردة أنا كنت متحمس جدا جدا لتقديمها، وده بيرجع لإعجابي الشديد ببطل الحدوتة النهاردة. واسمحولي أقول بطل الحدوتة النهاردة. الشخص ده برع في مجال النصب وأتقن عمله كنصاب، بس المختلف بقى المرة دي إن هو لما اتقبض عليه ودخل السجن ده كان تمهيد لبداية جديدة علشان يكون شخصية محترمة ليها وضعها وتقلها في المجتمع الأمريكي. إيه يا عم الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ محدش فاهم أي حاجة. طيب خلينا نعرف إيه الحكاية. فاصل قصير وراجعين على طول. فرانك أباجنيل اتولد في نيويورك في 27 إبريل 1948 من أب أمريكي وأم فرنسية. أبوه كان دائم السفر، ودوت اللي خلى الأم طلبت من الأب الانفصال في الوقت اللي فرانك كان عنده 14 سنة. بعدها بفترة الأم ماتت وعاش فرانك مع أبوه. كان بيساعده في شغله حتى إن هو أصبح على صلة كبيرة بالأعمال المصرفية. وكانت عمليته الأولى في مجال النصب مع أبوه شخصيا لما أبوه اداله بطاقة ائتمان. وبالمناسبة بطاقة الائتمان في الوقت دوت ما كانتش متأمنة قوي زي ما هو عليه الحال دلوقتي. المهم والده اداله البطاقة علشان يشتري بيها بنزين من المحطة القريبة منه. بس اللي حصل ان فرانك اتفق مع صاحب المحطة انه هيشتري منه حاجات كتير بالبطاقة وبعدين يرجع يديها له مرة تانية بسعر اقل، وبكده هما الاتنين هيبقوا كسبانين. فرانك اخد فلوس سايلة من الراجل وصاحب المحطة استفاد بفرق السعر، وكان الضحية هو الاب المسكين واللي خسر في الموضوع دوت $3400. برضه عملية من العمليات البسيطة اللي هو نفسه اتريق عليها بعد كده كانت مع مكاتب تأجير السيارات في المطار. هو لاحظ ان مكاتب تأجير السيارات كانت بتحط الفلوس في اكياس وبتسقطها في صندوق خاص بكل شركة علشان الشركة تيجي تستلمهم تاني يوم. المهم هو عمل حاجة تفطس من الضحك. اتنكر في زي واحد من رجال الامن وكتب على الصندوق يافطة ان الصندوق عطلان النهاردة، يا ريت تسيب الفلوس مع راجل الامن اللي واقف ده. وجات واحدة من الشركات ديت واستلم منها كيس الفلوس ومشي، وبقى كل ما يتزنق يعمل الحركة دي مع شركة مختلفة. الحقيقة ان فرانك نفسه اعلن استغرابه من نجاح الخطة دي، وقال ازاي محدش اكتشف ان صندوق الامانات مش ممكن يتعطل اصلا. يتعطل ازاي؟ بعد كده اكتشف فرانك مهارته في التزوير وان هو ازاي بياخد باله من تفاصيل صغيرة قوي ممكن تفرق الاصلي عن المزور. بدأ يطبق اللي اتعلمه في الفترة اللي فاتت وبدأ في تزوير الشيكات الحكومية. القصة دي بدأت لما والده استلم شيك من دول، فهو احتفظ بصورة منه في دماغه وقدر يعمل نسخة منه نفس الألوان ونفس نوعية الورق، وكان متقن لدرجة إن محدش يقدر يكتشف إن هو مزور. بدأ يفتح حسابات متعددة في بنوك مختلفة طبعا بهويات مختلفة ويصرف منها شيكات من دي لحد ما حس في مرة إن أمره بدأ يتكشف، فبطل القصة دي خالص مؤقتا. فرانك كان عنده رغبة كبيرة إن هو يلف العالم، فاللي عمله بقى بعد كده ان هو زور هوية طيار في شركة اسمها بان امريكان ايرلاينز، واتصل بيهم وقال لهم ان بدلته الرسمية ضاعت منه لما بعتها للتنظيف، وفي مصادر بتقول ان هو قال لهم انها تعرضت للتلف. بس شخصيا استبعد المبرر ده لان على الاقل كان ممكن يطلبوا منه البدلة اللي تلفت. مش موضوعنا. المهم قالوا له روح استلم البدلة بتاعتك بموجب هوية الطيار اللي معاك، وحصل. في الوقت دوت كان فرانك عمره 18 سنة، بس ملامحه كان بتوحي ان هو اكبر من كده بكتير. البرنس ده بقى كان لما بيحب يسافر، ما مثلا كانت تطلب معاه ان هو يسافر ايطاليا، كان يزور وثيقة بتقول ان هو المفروض يروح ياخد الطيارة من ايطاليا علشان يطلع بيها اي مكان تاني، فبيروح على اي طيارة تابعة للشركة طالعة لايطاليا. والسفر عن الطريقة ديت اسمه السفر عن طريق الديد هيدنج، يعني بيسافر كراكب علشان يروح يجيب طيارة من مكان تاني، يروح ياخد الطيارة اللي هناك واللي هو المفروض هيسوقها، وطبعا بيركب على حساب الشركة. كمان بينزل هناك في فندق من فنادق الدرجة الأولى شامل الإقامة والوجبات طبعا على حساب الشركة، ومن هناك يعمل نفس الحركة وقال رايح ياخد الطيارة بقى من أمريكا ويركب برضه على حساب الشركة. ويقال إن هو قطع 261 رحلة بالشكل ده، واكل شارب نايم طاير ببلاش. وطبعا مش محتاج أقول إن هو كان بيعمل حركة الشيكات الحكومية ديت في كل دولة من الدول اللي بيروحها. فرانك كان بيتقمص الشخصية تمام، حتى إن هو عرف تفاصيل كتير عن العمل بشركة بان أمريكان، لدرجة ان الطيارين نفسهم بتوع الشركة كانوا بيحاولوا يتصاحبوا عليه، واحيانا كانوا بيسيبوا له الطيارة ليه يسوقها.
فكان بيخرج نفسه من المأزق ده بان هو يظبط الطياره على وضع الطيار الآلي وبيمشي لحاله. فرانك كان متقن لدور الطيار جدا، حتى ان هو في احد المرات طلع على التلفزيون في برنامج مسابقات على انه طيار في شركه بان امريكا. الموضوع ده كان بيعدي في الشركه هناك ببساطه، لان الامور مش زي دلوقتي في كمبيوترات وفي داتابيز يقدر موقف زي ده يتعرف في ثانيه. في الستينات كانت الامور دي بتاخد شويه وقت، علشان كده بعد فتره بدات ريحه الموضوع ده تطلع، وبدا يتعرف ان في واحد بيتحايل على الشركه ويركب طيارات واقامه في فنادق واكل وشرب واللازم منه كله على حساب الشركه. فاللي حصل ان هو في مره من المرات عرف فيها ان ريحه الموضوع بدات تطلع لما نزل من الطياره، لقى الشرطه بتسال الطيارين واللي هو كان منهم على حاجه زي كده، بس لان الهويه اللي معاه مزوره باتقان عدى الموضوع وقال انا مش هعمل الموضوع ده تاني مؤقتا. فاثناء عمله كطيار كان فرانك معجب جدا باحدى المضيفات، حب يلفت نظرها فقال لها خلي بالك انا بالاضافه لان انا طيار عظيم كمان انا بدرس القانون في جامعه هارفارد. فيظهر ان هي كمان كانت معجبه بيه وحبت تخدمه، فعرفته بواحد من قرايبها واللي كان محامي كبير، ودوت قال له ان هو ممكن يقدم لاختبارات المدعي العام للولايه، واللي كانت بعد عده اشهر، بس في دوره الاول لمده 3 اسابيع كان لازم يحضرها قبل الاختبار. عمنا فرانك بقى ما كدبش خبر، قام راح زور الهويه الجميله وشهادات التخرج من هارفارد وقدمهم لحضور الدوره، وسقط في الاختبار مرتين، فخدها من قصرها وزور شهاده بتفيد ان هو نجح في المره الثالثه. والمفاجاه ان هو فعلا تم تعيينه كمدعي عام للولايه، ودي حاجه تشبه كده وكيل النيابه او القاضي عندنا في مصر. بس ما استمرش الحال لفتره طويله، وده كان نظرا لان احد زملائه كان قلقان منه وقعد ينكش في ماضيه، وكان بيساله اسئله كتير في القانون وكان بيدعبس وراه. ففرانك حس بالخطوره وقدم استقالته ومشي. واثناء ما كان بيغير سكنه كتب في الاوراق اللي قدمها ان هو طبيب، وبالصدفه كان زميله في السكن طبيب برضه، فعرض عليه ان هو يشتغل معاهم في المستشفى لحد ما يلاقوا طبيب متفرغ. فرانك قال وماله، اهي شغلانه احسن من ما فيش. بس اللي حصل ان هو وقع في كذا موقف كده لما كانت الممرضه بتساله في حاجات ما كانش بيعرف يرد، فهرب من الوظيفه دي بعد ما كان قرب يتسبب في وفاه احد الاطفال في المستشفى. والحقيقه ان فرانك كان نقطه تفوقه في التمثيل كمان، كان بيعيش الدور قوي بالاضافه للتزوير المتقن للهويات والشهادات، فكده كان الامر بيكتمل. بس زي ما احنا عارفين لكل مجرم نهايه، ونهايه فرانك جت على ايد المضيفه اللي عرفته على قريبها المحامي. كان فرانك مسافر فرنسا وتعرفت عليه المضيفه، وطبعا قريبها كان عارف ان هو محتال. بلغت الشرطه وتم القبض عليه في فرنسا سنه 1969. فرانك كان عمره 21 سنه لما تم القبض عليه، بس المفاجاه ان هو كمان كان مطلوب من 12 دوله، ودي الدول اللي هو كان بيسافرها ايام عمله كطيار، لان هو كان بيروح هناك والمجال مفتوح ليه. عمليات نصب صغيره كده لزوم الاكل والشرب والفسح واللازم منه. من الدول اللي طلبت بيه ايطاليا واسبانيا وتركيا والمانيا وبريطانيا وسويسرا والدنمارك والنرويج ومصر ولبنان، غير الدول اللي اتسجن فيها، فهي كانت فرنسا والسويد، لان هو بعد ما اتحبس في فرنسا 6 شهور طالبت بيه السويد، واتسجن في السويد شويه قبل ما يترحل على امريكا، وكان المفترض ان هو يترحل على ايطاليا، واللي هو كان بيحبها جدا وزارها اكتر من مره خلال عمله كطيار. بس الولايات المتحده كانت اتفقت مع السلطات في السويد على تسليمه. وفي الحقيقه ان دي مش نهايه الحكايه، لان فرانك قدر يهرب بعد كده من المطار في امريكا، وراح سحب مبلغ من المال من رصيده وحاول الهروب للبرازيل، ولكن اتمسك وهو واقف في الطريق. كمان هرب للمره التانيه من مركز الحجز الفيدرالي بمساعده واحده من معارفه، بس المره دي اتمسك وتقدم للمحاكمه واتحكم عليه ب 12 سنه سجن. والواقع ان الجانب المشرق في حكايه فرانك بدا في سنه 1974 لما عرضت عليه الحكومه الفيدراليه انها تطلق سراحه بشرط ان هو يساعدهم في مكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق في جرائم الاحتيال والتزوير، بس ده طبعا بدون مقابل. فرانك وافق فورا مقابل اطلاق السراح المشروط دوت، كان بالنسبه له عرض كويس جدا. تجربه السجن بالنسبه لفرانك كانت قاسيه جدا، وبالذات في فرنسا، وعلشان كده حاول يشتغل في وظيفه شريفه، لكن كل محاولاته باءت بالفشل، خاصه لما بيتعرف ان هو كان سجين سابق. واخيرا جت في دماغه فكره كويسه جدا، ودي الفكره اللي غيرت حياته بالكامل. راح احد البنوك وقابل المدير وحكى له كل شيء بالتفصيل عن جرايمه وفتره السجن اللي قضاها وكل حاجه بمنتهى الصراحه. بعد كده عرض عليه عرض ان هو يشرح بخبرته لموظفين البنك كل حيل التزوير وطرق الاحتيال وكل الخدع اللي بيستخدمها المزورين مقابل $500. كمان مدير البنك يعمل له توصيه لبنوك تانية. مدير البنك وافق فورا، واصبحت وظيفته في البنك مستشار الامن المالي،
ودي كانت أول وظيفة شريفة يحصل عليها فرانك في حياته. نجح فرانك في المجال ده جدا، حتى ان هو خرج بره نطاق البنوك وبدأ يتوسع لشركات الصرافة والاستثمارات المالية وشركات التأمين وخلافه، وأسس بعد كده شركة سماها شركة أباجنيل وشركاء، وأسس موقع للشركة على الإنترنت بعد كده، واللي أعلن من خلاله ان هو قدم خدمات لعدد من المؤسسات وصل 14,000 مؤسسة، وان شركته أصبحت مؤسسة كبيرة ليها تقلها، حتى ان هو في نوفمبر 2012 استعان بيه مجلس الشيوخ الأمريكي لاختبار صلاحية بطاقات الضمان الاجتماعي لكبار السن، وتجنبا لاحتمالات النصب والخداع فيها. فرانك تزوج من إحدى المحققات في مكتب التحقيقات الفيدرالي، واللي كانت مكلفة بمراقبته، بس اللي حصل إن هم حبوا بعض واتجوزوا. فرانك دلوقتي عنده 3 أولاد، وهو عايش حياة كريمة شريفة، وشركته الصغيرة أصبحت مؤسسة عملاقة. وهو من سنة 1974 قرر إن هو يبقى شخص محترم وناجح. عمل ده فعلا، بس اللي عمله قبل كده محدش عمله. طبعا ما ينفعش ما اقولش ان السينما الامريكيه جسدت شخصيه فرانك اباجنيل في الفيلم الامريكي المعروف كاتش مي اف يو كان، واللي قام ببطولته ليوناردو دي كابريو. وطبعا فرانك حضر العرض الاول للفيلم مع كل الممثلين اللي مثلوا في الفيلم، وعلى راسهم ليوناردو دي كابريو. خلصت حدوتتنا النهارده بالنهايه السعيده دي. فرانك عايش دلوقتي وعمره 72 سنه، ولسه بيدير مؤسسته بنفسه، ولسه بيساعد الحكومات في معرفه اساليب الغش والخداع والتزوير. اتمنى تكونوا استمتعتم بالحلقه زي ما انا استمتعت بيها. لو عجبك الفيديو دوس لايك، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. انتظروني السبت من كل اسبوع الساعه 9 مساء. اشوفكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.